كل سنة وانتم طيبين وعلى السحور متجمعين ورمضان كريم. النهاردة جايبالك الزبادي بتكات وأسرار خطيرة هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، لو عندك بولة، لو عندك طاجن، لو عندك كوباية شاي. النهاردة ملكيش أي حجة عشان ما تعمليش الزبادي في البيت، وكمان هتوفري يعني بنص التمن بكوباية الزبادي اللي هتشتريها من السوبر ماركت. تعالي بقى هاتي 2 كيلو لبن بلدي كده من عند السوبر ماركت واغليهم وسيبيهم يبقوا دافيين خالص، يعني تحطي الصابع ايدك كده تحسي انك طايقه درجه الحراره بتاعتها. على كل كيلو لبن بحط كوبايه زبادي عادي خالص من السوبر ماركت. احنا بس هنستخدم الزبادي اول مره، وبعد كده هتاخدي من الزبادي اللي انت بتعمليه وتعملي بقى الزبادي على طول. فاحنا هنجيب 2 كيلو لبن وحطينا عليهم كوبايتين من الزبادي، وقلبي بقى كويس جدا لحد ما تحسي ان الزبادي داب في اللبن خالص. بعد كده فرنك شغال، يعني دفي الفرن بتاعك، وهاتي بقى مجات، هاتي بولات، هاتي طواجن، اللي عندك بقى هاتيه. هنعمل الزبادي يعني هنعمله. وحطي بقى كده الزبادي في البولات كلها، وعندنا ميه سخنه. هنا بقولك شوفي ما شاء الله من كيلو لبن عمل لك الكميه دي كلها. تعالي بقى نحسب عملتي قد ايه وبكام. حطيت الميه السخنه وغلفته كده بالاسترتش، وزي ما قلتلك فرنك شغال وسخن كده وطفيه، يعني انا عايزاه دافي تمام. وحطيه بقى في الفرن كده من 6 ساعات، هيروب معاكي ويبقى متماسك وخطير. دخليه التلاجة لمدة ساعة، احلى زبادي هتاكليه. 2 كيلو لبن عملك 15 كوباية، يعني هتوفري كتير. من النهاردة هتعمليه في البيت وبألف هنا. ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.